4 ايام تقريبا نزلت فيديو على يوتيوب بعنوان قناتك اقل من 1000 مشترك اليك الحل. وطبعا الفيديو ده بعد نزوله ب 24 ساعة قعدت اتفرج على احصائيات القناة، وانا بتفرج على احصائيات القناة اكتشفت ان الفيديو جايب مشاهدات لا تذكر. قلت يا ترى المشكلة فين؟ فدخلت الى مستوى الوصول للجمهور، فلقيت ان الفيديو جايب مرات ظهور قليلة جدا، 1700 مرة ظهور او حوالي 1000 مرة ظهور، يعني من 1000 ل 1700 مرة ظهور. وسواء كنت بتجيب 500 مرة ظهور او 1000 مرة ظهور او 5000 مرة ظهور، فكل مرات الظهور دي لا تحسب، لان اقل حاجة ممكن تجيبها هي 10000 مرة ظهور. فلو انت عاوز تجيب مرة ظهور لازم تتبع ال3 خطوات اللي انا اكلمك عنهم في فيديو النهارده. بس قبل ما اكلمك عنهم اعمل لايك واشترك في القناة وتكمل الفيديو ده للاخر، لان الخطوة الاخيرة خطوة مهمة جدا. اول خطوة هشاركها معاك في فيديو النهارده الا وهو سيو اليوتيوب. كثير من اصحاب القنوات بيعمل سيو اليوتيوب. لازم تكون عارف ان سيو اليوتيوب هو اللي بيرشح فيديوهاتك سواء في الاقتراحات او سواء في بحث اليوتيوب. طب ايه هو سيو اليوتيوب؟ سيو اليوتيوب بيتكون من 3 اشياء. طب ايه هما ال3 اشياء؟ اول حاجه منهم العنوان والوصف والتاجز. يعني اول حاجه العنوان، وتاني حاجه الوصف، وتالت حاجه التاجز. طيب العنوان ليه؟ العنوان لو حد بحث على الفيديو فيديوهاتك بتظهر ليه، بس يكون كلمة عليها بحث. والوصف برضو نفس النظام والكلمات المفتاحية. وطبعا ده كله هنشرحه في الفيديوهات القادمة، لأن وقت الفيديو لازم نعمل وقت قصير، لأن في بعض الخطوات اللي هنتكلم عليها. ولو الفيديو ده وصل 50 لايك في الفيديو القادم هنتكلم على سيو اليوتيوب. ودي كانت اول خطوه الا وهي سيو اليوتيوب. تاني خطوه اشاركها معاك في فيديو النهارده نسبه النقر مرات الظهور. بعد ما خلينا الفيديو بتاعك يظهر في البحث او سواء في الاقتراحات وجبت مرات ظهور كثيره جدا، بس لحد دلوقتي انت ما جبتش مشاهدات. بقيت بتجيب مرات ظهور بس 5 مشاهدات. بعد ما جبت 5 مشاهدات مفيش مشاهدات تاني. طبيعي السبب الصوره المصغره. لو انت الصوره المصغره بتاعتك كويسه، فلما اليوتيوب يرشح فيديوهاتك ل 100 شخص او اكتر، فاليوتيوب هيبدا يرشح فيديوهاتك لناس اكتر لو الصوره المصغره بتاعتك كويسه. فتاني حاجه عشان خاطر تحافظ على نسبه النقر مرات الظهور اهتم بالصوره المصغره. ودي كانت تاني خطوه. وتالت خطوه اشاركها معاك في فيديو النهارده، بعد ما خليت الفيديو ظهر في محركات البحث او سواء في الاقتراحات وخليت الناس نقرت على الفيديو، لازم تخلي الناس اللي نقرت على الفيديو تشاهد الفيديو على الاقل اول دقيقه. وعشان خاطر تخلي الناس تشاهد الفيديو اول دقيقه لازم يكون عندك جذب انتباه، مونتاج عالي، مؤثرات صوتيه، مؤثرات بصريه. كل ما تعمل الحاجات دياتي المشاهد يحب يشاهد الفيديو بتاعك للنهايه، والمشاهدين هيفضلوا يسمعوا الفيديو بتاعك. ولما الفيديو بتاعك الناس تشاهده للنهايه فاليوتيوب هيحط الفيديو بتاعك في قائمه المهمين، في قائمه الفيديوهات المهمه. وبعد ما اليوتيوب يحط فيديوهاتك في قائمه الفيديوهات المهمه، طبعا اليوتيوب هيبدا يرشح فيديوهاتك لان الفيديو بتاعك بيجي مهم. فاليوتيوب لما الفيديو يبقى مهم وعارف ان اليوتيوب بيجي الناس بتسمعه اكتر، فاليوتيوب هيبدا يرشحه لناس اكتر. ودي كانت تاني خطوه. ولو وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناه، اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو، ويا ريت تشارك الفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لغيرك وغيرك يستفاد. وصلي على النبي في الكومنتات. والسلام.